من آثار الذنوب والمعاصي، وقانا الله وإياكم المعاصي والذنوب، أنها تمحق البركة في الرزق. إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. ومن التأثير السيء للمعصية والذنب أنها تؤثر حتى على الجمادات، تؤثر على الجماد. يعني جاء في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحجر الأسود أنزل من الجنة وكان أشد بياضا من اللبن فسودته معاصي بني آدم. يعني المعصية كانت سببا في سواد الحجر الأسود. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم من سائر المعاصي، وأن يثبتنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.